السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنخلل مع بعض البصل الصغير الجميل دوت. طبعا البصل دلوقتي موجود في الأسواق. هناخد كده الشوية الصغيرين دول. أنا كنت شارية بصل فأخدت منه الشوية الصغيرين دول من غير بقى غسيل، من غير أي حاجة. هنعمل إيه؟ هننقعه في مية بملح، مية مغلية طبعا. هنشوف هنعمله إزاي. معانا طبعا البصل، احنا قلنا ما غسلناهوش ولا عملنا فيه اي حاجه. شلت بس الحاجات اللي فيه ديت. وطبعا لازم يكون البصل ناشف معاكي شويه، ما يبقاش اخضر. انا غليت الميه، هنبدا بقى نفضيها مع الملح. معايا هنا حوالي كوبايه الا ربع كده ملح. ننزل كده بيها كده على البصل، وهنجيب بقى الميه المغليه. هنبدا بقى نفضيها، وعايزين حاجه تتحمل الميه السخنه. نفضيها كده على البصل كلها كده زي ما احنا شايفين. غطينا كده البصل كله المية المغلية. هنسيبها بقى كده 3 ايام، ونبدأ بقى نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. نرجع معاكم. بس كده هنغطيها بقى ونسيبها 3 ايام ان شاء الله. وده شكل البصل. انا طبعا غسلته وطلعنا المية اللي فيه، وطبعا غسلته. وبدأنا كده ان هتلاقي بقى نشيل الجزء دوت، مش هنشيل كتير منه. اهو نبدأ بقى نقشر البصل. هي تقشر معانا بكل سهولة ازاي، من غير تعب عينين ولا اي حاجة. بس كده اتقشرت معانا اهي. هنبدأ بقى ناخد البصل بقى عشان نخلله. هنا معانا 3 كوبايات مية، اللي هي المجات بتاعت الشاي دي. 3 كوبايات اللي هي 200 مللي. كل كوباية 200 مللي. هناخد معاها، كل كوباية بتاخد معلقة من السكر الملح، عفوا. يعني هنا 3 كوبايات، هناخد 3 معالق كده من الملح. اهو كده 3 معالق حرامية. وهناخد كمان زيادة كمان عليهم معلقة. وهناخد كمان معلقتين من السكر. ناخد بقى معلقة من السكر. السكر بيخليه يحافظ على القرمشة بتاعته. هنقلب كل دوت. بسم الله. طبعا المية دي كانت مغلية قبل كده وسبناها لحد ما بردت. هناخد بقى البطرمان بتاعنا اللي هنخلل فيه. هناخد شوية من الخل بس كده، حوالي نص كوباية. وهناخد بقى، دي اختياري، هتاخدي عندك هرسة شطة هتحطيها، ما عندكيش مفيش اي مشكلة خالص، مش لازم. نبدأ بقى ناخد المخلل بتاعنا، ونبدأ بقى نعبيه في البطرونات كده. هتاخديه بعد 10 ايام، او لو حابة تسيبيه شوية سيبيه، عايزة تخزنيه بقى براحتك. نبدأ بقى نفضي عليه المية. لحد كده من المية تغطيه. نبدأ بقى نغطي البطرمان بالشكل دوت. وهناخد شوية من الزيت. فين الزيت؟ ونغطي كده الوش بتاعنا. نبدأ بقى كده نغطيه، ما اخدش معانا وقت خالص، وطبعا هتاخدي احلى شوية مخلل بالشكل دوت.
وده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعملت كمان واحد من غير هريسه، يعني واحد بهريسه الشطه والتاني من غير هريسه. جميل اوي، ان شاء الله تاكلوا احلى مخلل البصل، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.